صرح مصدر مسؤول في وزارة الخارجية بأنه في ضوء الزيارة التي قام بها معالي جون كيري وزير الخارجية الأمريكي ولقائه بالمقام السامي حفظه الله في 14 من الشهر الجاري، والجهود التي بذلها معالي الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية يوسف بن علوي بن عبد الله مع وفد صنعاء، فقد تم الاتفاق على الالتزام ببنود 10 من إبريل عام 2016 الخاص بوقف الأعمال القتالية اعتبارا من 17 من الشهر الجاري، شريطة التزام الأطراف الأخرى بتنفيذ ذات الالتزامات. وعلى استئناف المفاوضات نهاية شهر نوفمبر من العام الحالي، على أن تعتبر خارطة الطريق التي قدمها المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن كأساس للمشاورات من أجل التوصل إلى تسوية شاملة للصراع، ومنها العمل على تشكيل حكومة وحدة وطنية جديدة تباشر عملها في مدينة صنعاء الآمنة قبل عام 2017. وإذ تعرب السلطنة عن ترحيبها لهذا الاتفاق، فإنها تأمل أن تساهم هذه الخطوة في استئناف المفاوضات اليمنية وصولا إلى تحقيق تسوية شاملة في اليمن. صار اتفاق على أهمية خارطة الطريق التي ترعاها الأمم المتحدة والتي تم صياغتها بجهود كبيرة من قبل وزير الخارجية الأمريكي